فكرة المواصلات أصلاً بدأت إزاي؟ بدأت لما الإنسان الأول زمان خالص كان عايز يتنقل من مكان لمكان، قعد يفكر كتير ويجرب كتير، وبعد تعب ومحاولة وغلط وكده اكتشف المشي. قام الصبح لبس ورقة التوت بتاعته، خد عظمته في ايده، بدأ يمشي، ياخد المشوار بتاعه سلانسيه كده واحدة واحدة. بعد ما عدى أسبوع والتاني هو لسه ماشي في نفس المشوار، لا نفسه مش هيخلص كده. من هنا اكتشف الإنسان الأول تقنية المد، ان هو يمد يعني، فاهم؟ يبدا يفتح رجليه اكتر ويسرع حركه الايدين دي كده عشان يزود سرعته. ده تاريخ بقى، انا مش بفتي، انا بجيب لك من الاساس. مشي الحال شويه لحد ما عدى من جنبه حصان رهوان، قال لك بس هو ده. ساعتها اكتشف الجري، قعد يجري زي الحصان. بص بيجري ازاي؟ لا يبقى انا اجري، مش يركب الحصان بقى، لا غلاسه، يجري جنبه. قعد يجري لحد ما حصر الحصان، قفش فيه، ركبه، لانه كده اريح كتير. عجبته الحكايه دي جدا، بدا يقفش في اي حيوان سريع معدي بقى علشان يروح مشاويره، حصان، حمار، نعام، كنغر. بس طبعا في الصيف القعده بتاعت الكنغر في الجيب دي مش ظريف، حر شويه. من هنا نشأت فكره وسائل المواصلات، اركب اي حاجه سريعه عشان تنجز. وعلشان الحيوانات طبعا مش هتسكت لنا كتير في الوقت ده، كان لازم نفكر في طريقه تانية للانتقال، مفيش كلام، ما احنا مش هنخترع العجله، مش كده؟ اخترع العجله. فعلا الانسان الاول اخترع العجله، وده كان التطور الطبيعي بقى، الكاريتا والحنطور، بعدين العربيه، لحد ما وصلنا لكل وسائل المواصلات الحديثه اللي عندنا دلوقتي، بقينا عارفينها وبنستخدمها. احنا الحقيقه اتعودنا عليها بزياده، يعني زياده عن اللزوم، لدرجه ان احنا نسينا هي غريبه قد ايه، اغرب من الكنغر بكتير. عايز تعرف وسائل المواصلات عندنا غريبه قد ايه؟ حاول تشرح مثلا حاجه زي الاتوبيس مثلا لواحد اول مره يجي مصر، هتقول له ايه؟ بص يا سيدي، الاتوبيس ده مستطيل احمر كبير كده، بيطلع دخان اسود الصبح، وبالليل بيطلع دخان بس احنا مش شايفينه، وعلشان يا حرام شقيان وبيجري على اكل عيشه في الشوارع من صباحيه ربنا في عز الشمس والنقحه، فبيتحر جدا طبعا. بيعمل ايه؟ بيفتح بابه من قدام وبابه من ورا، وبيفتح الباب اللي فوق الموتور ده عشان يعمل طيار، عارف انت؟ يهوي. عارف الحسابات بتاعت الفيزياء بتاعت الكتله والحجم في المساحه دي، وممكن تشيل قد ايه في، عارف انت الحاجات دي ليها حسبك، انسى بقى الكلام ده، مش عندنا احنا خالص. احنا اتوبيسنا رمى الكتب دي في مزبله التاريخ، العدد في الليمون. خش يا بيه، خش اسمع كده، خش كمان عربيه فاضيه قدام. احنا اتوبيسنا ملهوش دعوه بقوانين الفيزياء والكلام الفاضي ده خالص. هو ممكن يكون له علاقه بالكيمياء مثلا عشان الريحه، ولا الريحه دي احياء، مش ما علينا. من مزايا الاتوبيس عندنا كمان انه متعدد الاستخدامات، تقدر تعتبره احيانا شبه مصحه نفسيه، جروب ثيرابي كده. اعداد كبيره من الناس اصحاب مشاكل بيقعدوا مع بعض ساعات طويله، يفضفضوا لبعض، ينصحوا بعض، يحلوا مشاكل بعض، يهروا مع بعض، وهتلاقي 1000 من يسمعك، يحس بيك، يهون عليك، يطبطب عليك، يتحرش بيك. بس حلوه كده. الاتوبيس ده مش وسيله مواصلات وبس، ده حاجات كتير. ممكن تعتبره مثلا مول تجاري، في بياعين بيعرضوا عليك سلع وبتجيلك لغايه عندك على حجرك. ممكن تعتبره ملاهي، سرعه وغرز واثاره وفرمله وهاشتكه، منظومه متكامله الاتوبيس بتاعنا ده. عندك بقى الميكروباص، ده بقى مستطيل برضه بس اصغر شويتين من الاتوبيس، يعني مستطيل سريع متهور، بتطلع منه موسيقى دراميه حزينه ودخان سجاير كليوباترا من الشباك، والسواق بيبقى مدلدل معظمه من الشباك ده لسبب مجهول، ما تفهمش ليه. الميكروباص بيعتبر وسيله مواصلات سريعه جدا، وده لانه لا يمكن يمشي في خط مستقيم، لا يمكن يقف ثابت في مكانه لحظه لاي سبب، ملوش اي علاقه بقوانين المرور او الاشارات. الميكروباص ده طائر حر طليق، علشان كده دايما تلاقيه طاير على الطريق، طاير بجد، بيكسر كل القيود، كل الحواجز، كل الاكسدامات، كل المرايات، كل الاشارات، بيكسر كل حاجه حواليه، محدش ينفع يوقفه. تقول له هرم، طلبيه، فوق الكوبري، مجمع 6 اكتوبر، مفيش. متمرد سائر. عشان كده تلاقيه دايما بيستشهد باقوال مقصوره حكيمه وعميقه وبيكتبها على عربيته من ورا، زي مثلا ايه؟ الحلوه جايه تهز طولها، قالت لي كلمه ما اقدرش اقولها. شوف في العمق، شوف سابك انت تقعد بقى تفكر دي كانت عامله ازاي وقالت له ايه. او لما كنت عصفور اكلوني ولما بقيت اسد صاحبوني، فهمش برضه هو حول ازاي، لكن عميقه. او تهديدات بقى، تركب اسليك، تنزل اولع فيك، حكمه، عمق. حتى اسامي ولاده بيكتبها بعمق، منا الله رزقني بيها وحماده جاي يربيها. شوف انت عرفت حاجات كتير عنهم في الجمله دي. في بقى وسيله مواصلات اصغر من الميكروباص كمان، اللي هي التمنيه. التمنيه تقدر تقول ان هو مربع او دايره، يعني بص هو حاجه ما بين، هو مستطيل بس مصنفر من الزوايا. علشان تكوينه التشريحي الغريب ده بنلاقي ان هو بيتقلب اكتر ما بيمشي، وهم عارفين الحقيقه دي ومتصالحين معاها، مبسوطين راكبين وموافقين التمنيه تتقلب بيهم وتتعدل تاني، وهم عادي اكلوا مطب عادي مثلا، فاهم؟ محدش بيشتكي ولا بيستغرب ولا يتهز حتى. اخيرا بقى يجي التوك توك ده واقع في منطقه وسط كده بين العربيه والموتوسيكل والعجله والخنفسه، فاهم الحته دي كده. معظم اللي عندهم توك توك بيكونوا
بيكونوا شباب صغيرين جدا في بدايه العمر، يعني مش عايز اقول بيبقوا اطفال يعني، فبيبقى عندهم حماس الشباب، تهوروا، طفوله، اقبال على الحياه. ده بيبان جدا بقى في حركاتهم، في المساحات اللي بيمشوا فيها. مش مستحيل يمشي تحت عربيه، فوق بلكونه، مش مشكله. ده بيبان جدا برضه في الحاجات اللي مكتوبه على التوك توك، اللي بتختلف طبعا اختلاف تام عن اقوال الميكروباص. ازاي؟ سواق التوك توك زي ما قلت لك بيبقى لسه صغير، عاطفي، حبيب، غالبا عايش قصه حب او مصاحب، بيحوش علشان يخطب، حاجه كده يعني. فتلاقي الكلام عامل ازاي؟ الحب بهدله، كاتبها كبيره كده جوه قلب، فاهم، بستيكر. او العشق الممنوع، او امتى الزمان يسمح يا عويل. شفت في حته برضو مشاعر دخلت على صياعه، او كله بالحب، او البدايه كانت ليك والنهايه بهون عليك، وعواطف وصعبانيات وقصص. ده 50% من التكاتك، الباقي كله صوره محمد رمضان بس. فهمنا احنا كده. لكن في مواضيع العلاقات العاطفيه ده الميكروباص حاجه تانية. ده الراجل بقى ده لا كبر بقى، اتهرس وشاف وبقى ميكروباص قد الدنيا فاهم. وعنده حته كده ايه، انتقاميه في الكلام كده، قرص. هتلاقي الكلام ايه، حب ايه يا جاهل، مفيش واحده تستاهل، اتنين مالهمش امان، الفرامل والنسوان. او ما تبصليش بعين راضيه، ده انا طلع عيني في السعوديه، انا بابا يالا، اللي هي قالها خالد صالح وجنبها صوره محمد رمضان برضه. خلاص بقى فهم الدنيا ماشيه ازاي، وبيدينا خلاصه تجربته على الجاهز كده. لا وساعات ما يلاقيش حكمه جديده خالص يقولها، فتلاقيه كاتب على الميكروباص الصمت لغه العظماء. طب اصمت، شيل الجمله دي، يعني مش عايز تبقى صامت؟ لا انا هكلمك وهكتب، بس هكلمك عن الصمت. عارف انت قريتها في حاجه يا نهار ابيض، في ايه؟ انا قاعد اهري معاك ونسيت ان عندي تصوير. بقول لك ايه، مش انت جايب عربيه جديده؟ خدني معاك الله يكرمك في طريقك. حسدوني عليك يا كوكو وانت عند بتاع الدوكو. ايه يا طعيم يا دوكو ايه، ما انت جايبها 2015، ما انا عارف التفاصيل. طلبنا من ربنا ادانا وعيون الناس مش سايبانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا راجل، هو النظام كده؟ طب ما فيش صاحب صالح، كله بتاع مصالح. ولو صاحبي جنيه اصرفه، ولو ولا هقول لك، قول. انا مش هتكلم. عارف ليه؟ ليه؟ لان الصمت لغه العظماء. وش أنا جمعتكم النهاردة علشان نتكلم في تفاصيل العملية الجديدة. العملية دي هنسافر عشان نعملها في مصر. مصر؟ بس أنا مش هعرف مصر. مصر يا بابا، مصر. أنا مش فاهم ليه أنت مصر إننا نروب بنك في مصر؟ ما احنا كنا بنسرق بنوك شيكاغو وكنا مستورين والحمد لله، والأشياء كانت ميتال. شيكاغو مستورين يا ابني. انا ما كنتش بعرف اخرج من بيتي في شيكاغو من تحرش كان فظيع. لكن مصر امن، امان. تحرش في مصر له مواسم، اعياد، مواعيد. لا يمكن حد يقرب منك في مصر غير في مواعيد التحرش الرسميه. 我想知道我们为什么要去埃及去抢银行。 انت ممكن تتكلم عربي مكسر زينا عادي، لان في امريكا ومش هنعرف نتكلم انجليزي. ممكن يكسر بوب؟ يس كسر جو فورت اميجو كسر. طب بالصلاة على النبي بتاعي يا جدعان كده يعني. بصراحة أنا مش عارف يعني ليه العملية في مصر؟ ايه ده مش مكسر، ده احنا اللي ساكلنا زباله كده. طب شوف، مصر هي بدايه حقيقيه لاي حد. يعني مثلا كاظم الساهر لو ما كانش راح مصر كان هيتعرف؟ ما تعرفش غير لما راح وعمل حفلات ليالي التلفزيون. مصر يا جماعه، مصر 7000 سنه ليالي تلفزيون. احنا هنسرق بنك في مصر وبعدين هنسوق لغايه مطار. احنا بقى هنتكلم في ايه دلوقتي؟ نتكلم في سرقة البنك. غلط، محتاجين نتكلم في سواقة بوب. سواقة بوب. نتكلم في السواقة واحنا رايحين نسرق بنك في مصر؟ احنا لازم نتكلم في التفاصيل. مش مهم بابا انك اول مرة تسرق بنك في مصر، المشكلة انك اول مرة تسوق في مصر. دي كارثة. السواقة اخطر من روبن البنك. السواقة في مصر اخطر من اي حاجة. nothing like سواقة في مصر. سواقة في مصر اخطر من تجارة مخدرات، اخطر من تجارة اعداء، اخطر من تجارة الزقازيق. ديوس ميو، تجارة الزقازيق وصلت مصر؟ مصر يا بابا، مصر 7000 سنة زقازيق. طب حلو، احنا ممكن نصنع زقازيق ونبيعها في مصر. يا ابني تصنع ايه وتبيعنا؟ رايحين نسرق، رايحين نعمل حاجات غلط، نسرق. انت هو الحلال افضل بس هتنتظر. I can't wait boss.
لو لقينا ناس هناك هنتصرف ازاي؟ لا الشعب المصري ده الشعب اللذيذ كريم مضياف. دول بيتجمعوا في الشارع لما يلاقوا قنبله يعملوا حفله، ما بالك لو شافوا عصابه باشكالنا دي هيشيلونا من على الارض سيل، مش بعيد يعزمونا على غدا. Egyptian food I love it. فلافل حلو، احنا ممكن نصنع فلافل ونبيع جوه مصر. يا ابني فلافل انتوا همكم على بطنكم. لو ما ركزناش في العملية دي هنفضل هناك ناكل فلافل ونتفرج على مستر هاشم غفور البرعي والهبل ده forever. احنا هنسوق من دقي لغاية مطار القاهرة، يعني هناخد القاهرة كلها بالعرض. عارف يعني ايه تاخد 7000 سنة حضارة بالعرض؟ Ouch, this is bad. بوب خد 20 جنيه دي. Come on man. لسه ما عملتش حاجة يعني. بوب انا زي اخوك، امسك 20 جنيه دي. مسكتها كويس؟ كرمسها. كرمسها. Just like that. ليه بوب؟ علشان احنا في مصر هنقف صف تاني. كان نفسي اركن صف تاني في اي حته مره في حياتي، وطبعا في امين شرطه وانت فاهم. كرمسها. احنا هنطلع ناخد دقايق من البحر الاعظم، دي معناه ان احنا عندنا فرصه واحد بس علشان ما نفوتش طلعت بحر اعظم بتاع دائري. عارفين لو فوتنا طلعت بحر اعظم من دائري هنلاقي نفسنا فين؟ فين بوس فين؟ في البحر الاعظم نفسه. هنتبلع، مش هنطلع من الجيزه forever. يا نهار جيزة. احنا لازم نركز، انت اللي هتسوق بوب، عشان كده لازم اسالك شويه اسئله. لو انت ماشي وعايز تدخل يمين في مصر هتحرك الدركسيون فين؟ اليمين for sure. غلط بوب، غلط. تحرك دركسيون ناحية شمال خالص، بعدين تخش يمين كده، عشان لو فضلت يمين عشان تخش يمين بالطريقة دي هتفضل في طابور مؤدبين وكله يكسر عليك. عايز تعيش طول حياتك في طابور مؤدبين بوب؟ نو بوس نو. خلاص لما احب اكسر يمين ههوة شمال. برافو. دلوقتي لما تكون ماشي في حارة بتاعك يمين مثلا وعايز تنقل لحارة يمين اكتر تدي اشارة ايه؟ الشمال طبعا. غبي، انت حافظ مش فاهم. ما تديش اشارة اصلا، ارمي بوزك، خدش على طول، خليك راجل. مفيش اشارة في مصر. خالتي ام خوسيه رحمة الله عليها كانت دايما تقول لي مصر دي 7000 سنة اشارة. لازم في مصر تبقى زيك زي مطب، تبقى صادم، تبقى مفاجئ، تبقى قوي، تبقى كتوم. بالي اميجو كاتومنتو. احنا معتمدين عليك بوب عشان سواقة في مصر. العملية دي لو نجح احنا هنرجع من مصر ومعانا فلوس نصرف فيها 7000 سنة أقل حاجة. ماجنيفيكو. دي كانت غلطة مش مقصودة بوس. كان في ميكروباص ماشي قدامي اداني إشارة صوتية، أنا اديته نفس الكلاكس باك. ما هي دي الشتيمة قبيحة يا غبي. How do I know؟ بيشتموا بعض بالكلاكس في مصر؟ قطع علينا طريق ونزلنا وفضل يضرب فينا لغاية ما اضطرينا احنا نطلب بوليس. دم. But look at the bright side بسيطو. الشعب المصري فعلا كريم ومضياف، جابوا لنا فلافل. كل فلافل بوب، كل هتاكل فيها كتير قوي. at least 7000 سنة فلافل. عملت شغل حلو قوي في مصر. النودلز اللي بالفلافل كسرت الدنيا. يعني انا يا عم عماد عشان بتكلم معاك بالرسول تعمل معايا انا كده؟ عايز تاكلني؟ هناكل مين يا واد يا ارهاب؟
يا ولد اتكلم كويس يا ولد، انا بنتي تتاقل بالدهب. دهب دهب دهب، ما بنتك اللي تتقال بالدهب ديت هي اللي ضربتني وطردتني بره الشقه وغيرت الكالون، وكل ده ليه؟ عشان خلاط ب 300 جنيه. بقول لك ايه، انا جايبك هنا عشان تعقل بنتك وترجعها تعيش لو عايزه تعيش. وهي مجنونه عشان اعقلها. يا جدعان ابوس ايديكم ابوس ايديكم، الطريق زحمه والدنيا واقفه، ما تدخلوش الشيطان ما بينكم. لا دخلوا بينا يا عم عماد الشيطان هيدخل وهيفضل قاعد بينا لحد ما بنتك ترجع تعيش معايا زي ما انا عايز. دخل الشيطان، وريني هتعمل ايوه ايه. دخله في ايه؟ وريني. حظ المنيل ده، ميكروباصه في مصر. انا شغلي كله كان كباريهات وصالات قمار مكيفه بص يا باشمهندس، عشان نمشي حضرتك هتشتمه، انت ترد عليه شتيمه يستحسن تكون قذره. يا سلام لو مديت ايديكوا على بعض، ويا حبذا لو قتلته عشان نخلص. يلا لموا بقى الاجره مع الراجل الاحمر اللي لابس هندي ده. الم الاجره يعني ايه؟ انت ما تعرفنيش؟ انا الشيطان. شيطان مين يا عم الشبح؟ لا احنا عفاريت الاسفلت. لم الاجره. حاضر. خد يا عم الشيطان 3 من 20. ماشي. 2 من 10. اوكي. 1 من 5. ماشي. ايه يا اخوانا؟ 1 من 5. يا جماعه انا ماليش في الحساب. انا اصلا بخاف من الحساب. يا اسطى لو سمحت انا مش هدفع، انا جاي في شغل. انا مالي، انا جاي في شغل ولا جاي في تاكسي؟ انت راكب في العربيه يعني تلم الاجره وعلى الله تغلط في الحساب. لو كنت حسبتها كويس زمان ما كانش ده بقى حالي. انا بخاف من الحساب. يا باشمهندس ما تشتموا بعض عشان ادفع يا ايهاب. بقول لك ايه يا عم عماد، انا مش عايز اغلط فيكم يا عم عماد، انا مش عايز اغلط فيك. لا اغلط، انا هخليها تمشيك على عجين ما تلخبطناش. هغلط يا عم عماد. ماشي. بص لو سمحت يا ريت تغلط فيه وتتقل ايدك. اوكي يلا بينا. ماشي. بقيت 200 جنيه. اللي 100 جنيه انت مدينا 10 يا بيه. مديك 100. ايه ده؟ فين ال 100 دي؟ 10 قدامي هي تقلب. هتدفع يا عم عماد بدل التكشيره اللي انت بس ايه مالك؟ هتدفع يا جدع. لا لو سمحت يا اسطى انا هاجي قدام بليز. المكان ده محجوز يا عم الشبح. محجوز لمين؟ اعتبر نفسي ما سمعتش السؤال ده. هو الكرسي اللي قدام محجوز يا اسطى؟ محجوز؟ ده انا اللي محجوز. اعتبر نفسي ما سمعتش الكويشتن ده. انت رايح رمسيس؟ رمسيس؟ ده انا رمسيس. بقول لك ايه، على النعمه احنا ما كناش رايحين رمسيس اصلا، بس الناس دي كلها هتروح رمسيس عشان خاطر. اركبي يابا. خرابي عسل يا ابن الابلسه، الاساتذه بتوع الخلاط ما ينفعش كده. حضرتك انت قاعد ساكت ليه؟ مش فاهم. انت هتروح وانت دمك محروق بالمنظر ده ازاي؟ طب اشتمه يعني سب له المله. شتيمه اشتم له اي حاجه حتى لو خفيفه. يعني ايه السلبيه اللي انت فيها دي؟ حتى مش حلوه في السي في بتاعتي. النبي يا اخويا تاخد الواد ده دقيقه واحده قبل ما احضر له الرادع. لا يا ستي، ايه ده؟ انا الشيطان. الشيطان؟ طب والنبي وسوس له في ودنه شويه يمكن ينام. الشيطان قال امال لو شفت حماد اخوه. ايه ده؟ انا ممكن اوسوس له يطلع جاحد ويبهدلك عشان ايه ده ايه القرف ده؟ ده بيطلع حاجات، ده مقرف جدا. انت ترضعي فيه ايه؟ ده ما فيهوش سنتي فاضي. خد ردعه. لا ايه اللي ارضع ده؟ انا جاي اتحاسب هنا ولا ايه؟ لو سمحت يا ماما وسعي. حساب قبل ما تنزل يا قشطه. هات 200 جنيه يا اسطى، بقيت ال 200. لو سمحت خليني انزل. وسعي. اتفضل انزل. لا انا بقول لك وسعي افقك، وسعي مداركك، بقول لك وسعي فيزيكال. يا لهوي فيزيكال. الحقني يا اخويا بيقول لي فيزيكال. يا نهار اسود. فيزيكال في عربيتي. لا انا عايز اخرج اصلا من جهنم دي. انزل. انا عايز انزل لا الكرسي القلاب قفل على ديلي. انتوا بتتخانقوا على خلاط ومش حاسين بالخلاط الكبير اللي انتوا عايشين فيه. شفت يا مهزأ؟ فرجت علينا الناس، خليت اراجوزات يعلسوا علينا. والله ما حد عارف مين الاراجوز، انت ولا بنتك؟ اراجوز؟ ايوه اراجوز. بس بقى انا عندي فكره هخليها كويسة. تربيك من جديد. انا عندي فكره حلوه. اخذوا الشيطان، وحدوا الله. لا اله الا الله. وانا اتقوا الله بقى يا اسطى. اطفي البتاع ده وشغل قرآن، خلينا اتحرق.
المفروض ان اللي بيقرر يتمرد على المواصلات العامه ويحل الكيس ويركب تاكسي ده بيكون حد عاوز يريح نفسه، يشتري دماغه، ان شاء الله ما حد حوش بقى، مظبوط؟ يعني هصرف فلوس عشان استريح، مش كده؟ اللي بيحصل في الغالب يا معلم بيكون عكس ده تماما. ازاي؟ انت لو استجمعت شجاعتك وقررت توقف تاكسي، كويس؟ قررت ليه بقى ان شاء الله؟ مين حضرتك؟ ها؟ مين انت عايز تاكسي تلاقي تاكسي بالسهوله دي؟ لا طبعا، انت قررت مع نفسك، ده قرار ده في ناس بتتدخل في الامور دي، في حاجات اكبر مننا بتسيطر على الحاجات دي. كل شيء باوان والصبر طيب، اتقل كده، اقف بقى ساعه الا ربع على صلاح سالم واستنى تاكسي يعدي او يهدي لما يعدي، مش بمزاجك خالص. عدى التاكسي، ناخد نفس عميق، خطوه لقدام، ها؟ نقف في وضع كده استعداد، وهترمي اسم المكان اللي انت عايز تروحه في لحظه ما صوتك في ودن يعني في الوقت ده معدي التاكسي كده وودن السواق قدام بقك، هتقوم رامي الكلمه على طول، ثانيه قبل ثانيه بعد، خلاص لبست كده، مفيش. لو اسم المكان اللي هتروحه طويل تختصره، لازم اختصار ذكي بحيث تدوس على الحروف المهمه اللي توصل المعنى عشان ننجز في جزء من الثانيه. ازاي؟ يعني مثلا لو رايح مصر الجديده، لو قلتها زي ما هي كده خلاص تبقى انسى، مفيش تاكسي، انسى، هتقف في الشارع طول عمرك. مصر الجديده، لا خلاص هو دلوقتي في الدقي، انسى. هنعمل ايه؟ هنقول الجديده بس هنحط قبلها الصاد بتاعت مصر دي، يعني الجديده، خدت بالك؟ تقوم ساحب الصاد وفهم الراجل، تمام اوكي، دي نقطة مهمة جدا. بس دي عايزة تدريب لغوي يعني، مهارات بدنية. لا بص اديك مثال تاني، انت من 7 8 امثلة كده هتعرف كل المناطق اللي في مصر اللي هي الحاجات، في حاجات طويلة وفي حاجات عادية. عندك مثلا ايه مثال تاني، لو رايح ارض اللواء برضه هتقول لا مفيش، ده زمان هو دفعته بقت لواء، ايه ده؟ اختصر. فبتاخد الضاد بس بتاعت اللواء بتاعت الارض، ها؟ ضلوة، ها؟ خدت بالك؟ نجرب كده مع بعض، اسحب كده الضاد ضلوة، ايوه بالظبط. تاكسي وقف، تاكسي بقى دايما يعلمك انك تبص لبعيد. هو بعد ما بيقلبها في دماغه كده، يعني مصر الجديده وهسلم ورديه، اعدي على الواد حوكه على القهوه وحون شيء حلو، يقوم واقف لك. بيكون واقف فين؟ واقف بعيد بقى، فانت تبص لبعيد. طبعا يجري بقى بسرعه قبل ما يغير رايه واركب. ركبت، الحمد لله على السلامه. بص بقى يا معلم، البروجرام جوه التاكسي كالاتي. معانا اولا توك شو، كلام عن احوال البلد، تحليل الموقف السياسي الراهن، ومحاوله استدراجك لمناظره سياسيه عباسيه ساخنه. اي حاجه، عايز اعرف انت ايه، عايز اصنفك باي شكل، فتلاقيه عمال يجرب كده، يروح ويجي، فاهم؟ اللي هو مثلا يبتدي يقول لك يعني استغفر الله العظيم، يعني اللي بيحصل ده، فيشوفك انت مش نافع، يقوم قايل لك يعني الناس دي عايزه ايه؟ مالهم؟ ما احنا زي الفل، برضه مش جاي معاه. انا اقول لك بقى نصيحتي في الحته دي، اي حاجه يقولها لك سواق التاكسي في المنطقه دي يمين شمال، هتقول جمله واحده بس، ربنا يصلح الحال. بس هم من 3 كلمات، ما تكترش. ربنا يصلح الحال، ربنا يصلح الحال. قال لك يرضيك كده يا باشمهندس اللي احنا في ربنا يصلح الحال كده، بيتزنق وبيغير الموضوع. كانوا بيستدرجوني الحقيقه، بيسحبوك طبعا، ما عايز يكشفك، عايز يفهم. ربنا يصلح الحال دي مظبوطه، ما يتخلص على طول. انت طول الطريق يقول لك اي حاجه، ربنا ان شاء الله يا رب، يقول لك تشرب حاجه ان شاء الله، ربنا يصلح الحال. في معانا في البروجرام كمان حاله فقدان الهويه، ده منتشر جدا ومعروف، بيتعرف من اول لحظه. تلاقي كلام السواق ابتدى بايه؟ على فكره انا اصلا مش سواق تاكسي. يبدا الهري بقى بعدها. ساعات بيبقى لسه راجع من امريكا من اسبوع، كان شغال في ناسا، او هو دلوقتي نازل في مهمه سريه، اي حاجه، المهم ان هو مش سواق تاكسي. النوع ده بيبقى محتاج احتواء، يعني اديله ثقه في نفسه، حسسه انك سعيد معاه زي ما هو بغض النظر عن اي تفاصيل، وان ماضيه ما يفرقش معاك في حاجه، ولا جذوره التاريخيه هتاثر على رحلتكم وعلى علاقتكم. احتويه، فاهم؟ طبطب عليه كده، انا بحبك زي ما انت ليه عايز تفهمني حاجه تانية؟ انت جميل. وطبعا اوعى تقترح طريقه على السواق، اوعى. هيقعد يسالك وبتاع ومش عارف ايه، ترد السؤال بسؤال، خليه هو اللي يختار، لانك لو قلت اي اقتراح وطلع الطريق فيه زلط مثلا على الارض، هينقرصك بالكلام طول الطريق. زي ما كنا خدنا الكوبري يا باشمهندس، يلا كان لازم تمشينا من الطريق اللي فيه مطبات هوائيه ده والشقلبه اللي احنا فيها. هتحزن على ايه؟ سيبه هو يعمل البتاع واقعد انت نقرزه لو حبيت، لو انت فاضي يعني. طبعا انت هتفكر تركب اي مواصله تانية غير التاكسي، غلطان، لان مشاكل التاكسي على قد حجمه. بص، في المواصلات عندنا في قاعده، كل ما المواصله كبرت مشاكلها كبرت معاها. يعني مثلا الميكروباص، انت مش هتعرف تقعد قدام ابدا الا لو معاك كارت من شخصيه مرموقه مثلا. لو قعدت في اي مكان مش هتتبسط. ونصيحه مني، لو عايز ما تتعبش في الميكروباص، اقعد على الكنبه المقدسه. الكنبه المقدسه دي اللي هي الكنبه الاخيره، وانت قاعد على الكنبه دي انت ملك، ما بتلمش اجره، ما بتنزلش عشان تنزل حد، وايا كان اللي هتقوله الناس هتاخد بيه. ليه؟ لان هم مش شايفينك، صوتك جاي من اخر الدنيا كده، عارف يا شوس اللي صوته عامل كده ده بيبقى بيتكلم صح غالبا. انما بقى لو لا قدر الله كانت الكنبه الاخيره مليانه، يبقى انت كده في خطر، خاصه لو قدام او على الكرسي القلاب. حتى شوف اسمه قلاب، يعني ملوش امان، في ثانيه يغدر بيك. المترو مثلا، لانه اكبر مواصله موجوده دلوقتي، يعتبر ده مرحله الوحش.
مليان اكشن بقى من اول السلم، شراء التذاكر. انت لو بتاخد التذكره ببلاش مش هتلاقي الناس بتموت نفسها على الشباك بالشكل ده. السسبنس اللي عند المكنه اللي بندخل فيها التذكره عشان نعدي، دايما بيبقى فيه 6 ماكينات واحده بس اللي شغاله، تقريبا بيعملوا مسابقات اللي يروح على المكنه السليمه من اول مره يكسب عجله. فالهروب من التاكسي مش حل. طبعا التاكسي دلوقتي ظهر له عدو، اوبر. كل ما بتيجي سيره الاوبر تلاقي سواق التاكسي ابتدى يقول كلام مش مفهوم، مش صلى على اوبر حاجات مش مفهومه بس بيضايقهم، عدو كده. انا بحس ان الفرق بين اوبر والتاكسي العادي عامل زي الفرق بين الراجل قبل الجواز وبعد الجواز. اوبر بقى بيبقى عامل ايه؟ زي الواد الشيك مرحله الخطوبه، لبس جديد مكوي، ستايل اخر موديل، سنجة 10، برفان فواح، بالظبط زي اوبر. عربيه فله اخر موديل فيها فواحه بينك، ما يسألش رايحة فين، أنا معاك يا روحي، أنت تأمريني، تكلميه أي وقت يجي لغاية عندك كده. التاكسي العادي بقى عامل زي الراجل بعد الجواز، خلاص سقف الثقة بين الطرفين ارتفع، ضمن الست، عرف كويس إنها ما تستغناش عنه، لا، ومتأكد من جواه إنها بتحبه ومحتاجة له لأسباب تانية كتير خالص غير الشكل والريحة ليه بقى لابس لبس مكرمش، موديلات عجيبة، شبشب بصباع، ولا فواح قصدي يعني، ولا برفان ولا كلونيا ولا الكلام الفارغ ده كله. خلاص العلاقة بقت متينة وعميقة، مش محتاجة الشكليات دي. لكن في سواقين تاكسي زي العسل. عموما انا دايما بنزل من التاكسي والسواق صاحبي، بجد والله. انا في بيتي عامل زي التاكسي الابيض من الاخر، يعني مش اوبر خالص. مراته وهي نازله من البيت تطلب فلوس، بقول لها والله يا ابله يعني البنزين غلي والعداد بايظ زي ما حضرتك شايفه كده، انا اصلا ده مش بيتي، يعني انا شغال عليه بعد الظهر، اهم حاجه بس وانت نازله بالله يعني بالراحه على الباب كده وانت بتقفليه، وربنا ييسر لك طريقك يا مدام. شفت نفع التاكسي اهو، ولا انت ايه رايك؟ والله ربنا يصلح الحال. ده فهم. نازل من بيتي عندي يجي 100 مشوار، الدنيا زحمة جدا والجو حر نار، عربيتي واقفة تحت بيتي قطع النفس، عملتها البطارية ولا البنزين نفذ. ازاي اروح لاصحابي في مصر الجديدة من المعادي والسكة يا ناس بعيدة، واخدت مواصلة في مواصلة وبقالي ساعات جربت كل الحاجات، ده باينه يوم التلات قررت اركب اي حاجة بقى وخلاص، مشيت شوية لحد ما لقيت ميكروباص، ركبت والسواق مجنون كان ماشي عكس، نازل غرز ومعلق ايده على الكلاكس، شغل مزيكا عالية والمود كئيب وكلامها كله كان عن هجر الحبيب، واخدت مواصلة في مواصلة وبقالي ساعات جربت كل الحاجات، الوقت ضاع وفات. ونفدت بجلدي ووقفت استنى تاكسي، واحد وقف لي وسألته يا عم توديني روكسي، قال لي ماشي يا نجم بس قول لي هتدفع كام، اي حاجة يا اسطى بس نهرب من الزحام، صدع دماغي بحكاياته وكلام سخيف والجو نار ومش راضي يشغل تكييف، خلاني هربت منه وركبت مواصلات، عمرنا بيضيع في مواصلات. سيبني في حالي يا ابراهيم. اهدى بس يا توربين المواصلات يا جرار الامل، والنبي ما في حاجه تستاهل زعلك ابدا يا استاذ سيد. انا
سيد العسوي اللي افنيت عمري وزهرة شبابي كله اطور المواصلات واعيش على راحة الراكب والمركوب، يجيبوا لي خبير اجنبي من بره علشان يطورنا ويقولوا لي ايه؟ قال لازم استمع له. يعني على الدنيا احنا بقينا عايشين في غابه يا استاذ سيد، وبعدين ما انت حمار وحلاوه اهو، والنبي انت شكلك خبير اجنبي. لا يا ابراهيم انا بلاش تطبيل يا ابراهيم. خبير اجنبي ولو اني بحب التطبيل بتاعك ده. يا اجنبي يا واد انا خبير بس مش اجنبي يعني. ليه؟ ما انت طول النهار مبهدل نفسك من محافظه لمحافظه، من اهل قناطر لغيره عمال تطور، تبقى اجنبي ولا مش اجنبي يا استاذ سيد؟ ضحكتني وانا قافش يا ابراهيم. يا اجنبي. بقول لك يا واد، ايوه بلاش كلمه استاذ سيد دي لما يجي الخبير. امال ايه؟ قول لي يا مستر سيد، علشان يبقى برضك ايه، يبقى معروف ان احنا مواكبين العصر. تحت امرك يا استاذ سيد. يا ولي ايه تحت امرك يا مستر سيد. جدع. انا بس يعني نفسي اعرف الخبير الاجنبي دي هيجي من بلاد بره يطور في بلدنا ايه؟ انت بتصدق يا ابراهيم؟ هم دول بتوع شغل ولا بتوع تطوير ولا بتوع دول بيجوا يا حبيبي ياخدوا بدل انتداب وبدل سفر وبدل اقامه وبدل ما حد يتكلم معاه كلمه. أيوة. ويقعدوا ينزلوا على خان الخليلي يجيبوا شيش دخاني ويجيبوا العبايات اللي هي المطرزه اللي هي المجسمه دي الضيقه دي. أيوة. مش بتوع شغل زينا احنا، ينفع معانا العبايات المطرزه ولا احنا ناقصين تعب احنا. مفيش يا حبيبي، احنا هنا قاعدين في النقحه والشمس ليل نهار مش زيهم. اعجابي بيك بيزيد يا استاذ سيد، مش معقوله انا لو مكانك تاخد بعضك وبقجة هدومك وترجع المنصوري، انت خساره فيني. الله. ويلكم تو ميتنج ان ذا ستوب هير درينك. لا يا استاذ سيد شكله ما بيتكلمش انجليزي، شكله مش امريكاني. هتكلم معاه طلياني كده. تشاو تبارلو بين لا ايطالياني خواجي. يا ابني الايه يا ولد؟ ثقافي. مساء الخير. ايه ده؟ انا فادي صبري. اظن جات لحضرتك مكالمه بخصوص الخبير اللي هيقابل حضرتك النهارده. بس انت يعني يا حبيبي كده لا شكلك خبير ولا كلامك كلام اجنبي. وانا مصري اصلا، بس بقالي 12 سنه بدرس بره. 12 سنه بيدرس بره. ودرست ايه بقى يا استاذ فاضي؟ انا معايا دكتوراه في تطوير المواصلات من جامعه هامبورغ في المانيا. يعني طب ده ايه علاقته بالدراسه؟ ده سندوتشات. ايوه انا سندوتش الهمبرجر. لا احنا بنتكلم على تخصصك يعني. أيوه. وبعدين بيقول لك بقاله 12 سنه قاعد بره. ايوه يا اخويا. يعني انت لا تعرف حاجه عن مصر ولا شفتها ولا حاسس بيها ولا حتى شربت من نيلها. هتطور فيها ايه بس يا ابني؟ هتطور فيها ايه؟ بقول لك ايه يا ابراهيم؟ يا استاذ سيد يلا بينا نقوم نفتتح المشروع بتاعنا. ايوه الكبير. ايوه اللي هيعمل قلق في عالم المواصلات. ايوه يلا نفتتح. مش دلوقتي يا استاذ سيد. يلا نفتتح. عليا الطلاق ما تقوم، ده انا هفرحك قوي يا استاذ سيد. ياخدوا وقته. يا مستر سيد. اي حضرتك هتفتتح ايه؟ لا يا حبيبي ده شغلنا بقى. احنا ان شاء الله هنعمل كده نقله في عالم المواصلات في مصر، وهندلع الدنيا وهنغير الاوضاع، هتتغير يا تمام. سلام يا استاذ سيد. وهنخليها لك كده ان شاء الله سربرايز زي ما انتوا بتقولوا. قول لي بقى يا باشمهندس، بما اني المفروض استمع لك يعني، قول لي بخبرتك كده بقى وعلمك ودراستك، ايه هي مشكله المواصلات في مصر؟ الحقيقه انا لاحظت ان في مصر مشاكل كتير جدا. يعني مثلا كل الناس بتسوق عربيات وده عامل زحام رهيب. ليه ما فيش ناس في مصر بتسوق عجل؟ البايسكل. بص يا باشمهندس، مش اي حاجه بتحصل في الغرب ينفع نطبقها عندنا. يعني بعد الشر يعني في الغرب بيشربوا كحوليات. يستر على ولك يا رب. ده عادي عندهم، دي حاجه ما تزعلش، هم احرار، دي بلدهم. عندهم مثلا يلبسوا الهاف ستومك. استرنا يا رب. أيوة. استرنا. لكن احنا في مصر هنا عندنا نظام تاني، ومش كل حاجه ينفع نطبقها. عجل ايه يا باشمهندس؟ عجل ايه؟ ده باين عليه ما يشربش من نيلها. والله لو خد فنجان قهوه من نيلها ما هيقول الكلام ده. انا اقصد ان الموظفين يروحوا شغلهم على عجل، وان يبقى له حارات مخصصه في الطريق عادي. از روتين يعني. از روتين. لا شفت انا جبته من تخصصه ازاي. طيب لو بتتكلم عن الموظفين يا باشمهندس، عندك اهو ابراهيم موظف اهو. ايوه. ناخد نموذج اهو. انت ساكن فين يا ابراهيم؟ قاطر القناطر الخيريه. لا علي حسك عشان الباشمهندس يسمعك. من قاطر القناطر الخيريه. حلو. وشغلك فين يا ابراهيم؟ شلقاه. يا واد قول حاجه الناس تفهمها. اقول ايه يعني؟ قول الدقي. من العجوزه. حلوه. انت بقى يا ابراهيم هل ينفع تروح شغلك يوميا من القناطر الخيريه؟ لا بص معايا كده، ابراهيم ده بكل ترهلاته بكتفه الساقط، معلش يا ابراهيم خليك زي ما انت. ايوه معلش عشان الراجل يفهم بس، عشان ما يعرفش حاجه عننا. بمنظره ده هو بالتدوير اللي هو فيه ده، ينفع يروح كل يوم من القناطر الخيريه لشلقان بالعجله؟ بص يا باشمهندس،
الحاجات اللي ينفع تعملوها في اي حته في العالم ما ينفعش تتعمل هنا، احنا قاعدين فيها ومعكوكين والله وبنحلها وبطلوع الدرس. يا تقعد معانا وتشرب من نيلها يا بقول لك ايه، ايوه احنا نقوم نفتتح. لا استنى يا استاذ نقوم سيد، نفتتح والله. استنى بس يشرب هو بقى من نيلها مع نفسه خواجه ويخلص. قاعد نسمع للاخر عيب بقى. طيب بلاش الكلام ده كله. انا لاحظت مشكله تانية مهمه جدا. ليه ما نطبقش فكره الكاربول؟ لا دي سهله. لا دي كحوليات. لا يا ولا كحوليات يا خواجه. يا ولا كحوليات يا خواجه. يا ولا لا دي حلوه، نظريه الكعبول دي سهله نطبقها، دول الاطفال بيحبوها. حلوه ابراهيم. أيوة. من بكره الصبح تطبق لي الكعبول من النسمه. تبدا ببيتك. من النسمه اطبق الكعبول انا والست بتاعتي. يا استاذ ابراهيم عيب الكلام ده. ايه دي؟ اشرحها له ازاي دي؟ يعني مثلا بدل ما كل واحد يروح الشغل في عربيه لوحده، كل 4 يلموا بعض ويروحوا الشغل سوا، بكده العربيات هتقل والزحمه هتخف. هو الكعبول ده ان الناس يركبوا كلهم مع ما بعض، يعرفوش بعض كلهم. يركبوا عربيه واحده مع بعض. اختلاط انساب يعني. استرنا. اختلاط انساب. يا ساتر يا رب. ايوه لا ونركب بقى الرجاله من هنا على الستات اللي ما يعرفوش بعض، على الاطفال، على البتاع. يا باشمهندس الكلام ده يمشي معاكم زي ما كان بيحصل زمان على كنبه السيتي ايه اللي ورا اللي كان اسمه بالاجنبي ده. قبل ما احنا نمسك تطوير المواصلات. لا يا حبيبي الكلام ده في ألمانيا عند الماكينات الألمانية، لكن هنا في مصر احنا مجتمع شرقي وبلد محترمة. ابراهيم ايه يا استاذ سيد؟ قوم بينا نفتتح يا ابراهيم. لا يا استاذ سيد خلاص هفتتح على نفسي والله مش قادر. عصبت الخواجه. انا اسف، انا بلاش الكلام ده كله اللي هيزعلنا ده. بص انا لاحظت هنا في مصر ان في ابلكيشن هايل للمواصلات، هايل. لا امورنا يعني في مصر حاجات حلوة كتير. قصدك ايه؟ ابلكيشن. لا ما نجرحش في بعضنا واحنا قاعدين. ابلكيشن تطبيق. ما انت يا حبيبي لما كنت بتتصرمح بالعجله دي في المانيا انا كنت بقعد هنا بطبق باليومين والثلاثه عشان اطور المواصلات. تعرف ايه انت عن التطبيق ولا؟ ما انا بقول لك ما شربش من نيلها. لو كان شرب من نيلها كنا استريحنا. ايوه مش ده برضه التطبيق اللي قصدي عليه. انت تعرف التطبيق يا ابراهيم؟ لا يا استاذ سيد انا اعرف التطبيق. اهو ده شرب من نيلها. شوف بص المنظر وريله كده اهي. يا مستر سيد ده تطبيق على الموبايل، حد على الموبايل اسمه بيقول لك، مش حد، تطبيق اسمه بيقول لك، بيعرفك فين الاماكن الزحمه. بيقول لك فتعرف فين واحنا بقى نقوم حياتنا كلنا وشغلنا ومشاورنا والمواصلات اللي في مصر دي كلها على واحد بيقول لك. لا يا حبيبي انت اي حد يقول لك تروح معاه دي مشكلتك انت مش مشكله. انا المصريين زيي، انا راجل عملي. ده مثال. انا يا حبيبي لا والله ده انا متواضع، ده انا حته من مصر دي. انت نموذج يا استاذ سيد. احنا ما نؤمنش غير بالحاجه اللي نمسكها بايدينا ونشوفها بعيننا، مش واحد بيقول لك زي الحديده بتاعت الاتوبيس كده نمسكها بعيننا ونحسها كده، تعرف معدن المصري الاصيل وتعرف معدن الباب وهو بيخبط في وشك. هو ده. لكن تقول لي بيقول لك مين يا باشمهندس؟ يا باشمهندس ابراهيم. يا استاذ سيد خلاص يا ابراهيم. لا ده افتح يا ابراهيم. انت تعبتوا بقى يا خواجه. افتتح يا مستر سيد. معلش نفتتح بقى انا عندي حلول ونوري له السليمه. تتفرج بقى يا لسه عندي خواجه. حلول لمشاكل كتير جدا. تطليع الرخصه مثلا مشكله، العمارات مفيش تحتها باركينج، ولسه عايز اقول لك بص يا باشمهندس، بص يا حبيبي. اتفضل. انا عايزك تيجي معانا نفتتح وتشرب معانا كده من نيلها وننبسط وناكل لقمه، وان شاء الله النظره التشاؤميه اللي عندك وعند الناس اللي زيك دي هتروح خالص وهتبقى زي الفل. يلا بينا. يلا يا استاذ سيد. يلا نفتتح. يلا بينا. الافتتاح يا رجاله. اتفضل يا خواجه. في الافتتاح. اتفضل يا استاذ سيد. افتح يا ابني. افتح يا استاذ سيد. يجي على المحطه يجي نفتح له بطه يجي. انا عليك يا استاذ سيد. علشان تعرف ان احنا مش محتاجين اي حاجه من اي حد في العالم. عندك افتتاح اول محطه بالطاقه الشمسيه. طب فين الطاقه الشمسيه؟ لا ما هيفهمها ازاي دي؟ شوف يا باشمهندس المحطه دي متصممه ان سقفها يكون فيه طاقه، تفتح الطاقه تلاقي جوه فيه شمسيه، تمسكها تبقى طاقه شمسيه ولا مش طاقه شمسيه؟ شمسيه يا استاذ سيد. شمسيه يا خواجه. طب بعيدا عن الكلام ده كله، فين الاتوبيسات؟ ايه؟ الاتوبيسات. استاذ سيد هروح مشوار واجي. استنى يا ابراهيم. فين الاتوبيسات؟ هنتصرف، هتفرج ان شاء الله. شوف هو برضه لا يعرف حاجه عننا ولا كمصريين ولا عايش معانا ولا اي. احنا نحب الراحه ونحب القعده والدلع. الاتوبيسات ايه ده؟ العمر لحظه، الاتوبيسات تيجي وقت ما تيجي، المهم نقعد ونستريح. اقول لك ايه وافهمك ازاي؟ ما انت ما شربتش من نيلها.